عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة احنا مع بعض هنعرض مجموعة الافكار الاكسسوارات الجميلة البسيطة، اتمنى ان هي تنال اعجابكم. هنبدأ بقى نستعد بافكار حلوة كده ان شاء الله على العيد، وربنا يسهل واعمل لكم بردك افكار تانية غير ديت. ربنا يسهل عشان نبدأ بقى كده نستعد. كل سنة وانتم طيبين عشان العيد نطلع بالشغل الجديد بتاعنا. بس لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا واول مرة تنضموا لعيلتنا الجميلة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ بقى نعرض أول فكرة لينا، وهي الفكرة البسيطة الجميلة ديت، وهي عبارة عن كسر الحجر اللون الأحمر مع الخرز المعدن مقاس 4 مع اللولي الأبيض مقاس 8. بصوا، هو شغل واير عادي، أنا عاملاه قد حوض الرقبة بالظبط 40 سنتي أو 35 سنتي، مش هطوله عن كده. وهعمل سلسلة التطويل طويلة شوية بس كده قد 6 سنتي. الموديل بتاعي ده انا عاملاه مجوز، بس طبعا بقى عشان طبعا التكلفة وكده والاسعار الغالية والواير رفع، فانا عاملة ناحية فردة فيهم في الشغل خيط سنارة والفردة التانية واير، يعني واحدة واير وواحدة خيط سنارة، لان هو كسر الحجر مع اللولي هيبقى تقيل شوية، فقلت بدل ما يبقى مفرد ويفك فنعمله مجوز. فعملت الفكرة دي. خدنا طرفين زي ما قلت لكم خيط سنارة وواير. اول حاجة قفلنا بالكفر بتاعنا هو عادي، بعد كده خدنا خرزة معدن مقاس 4، خدنا كسر الحجر بتاعنا، بعد كده خرزة معدن 3 لولي، خرزة معدن 3 كسر حجر، واحدة معدن 3 لولي. بقيت ماشية بالنظام ده زي ما انتوا شايفين كده لحد ما وصلت لفين، وصلت لتحت الجزء اللي هيبقى في النص، وده مشيته واحدة معدن واحدة لولي واحدة معدن واحدة لولي، عملت 4 بنفس الطريقة دي كده. والناحية التانية عملنا زيها وقفلناها. ده الموديل الاول بتاعنا كده زي ما احنا شايفينه، بجد شيك جدا روعة، ينفع سواريه كمان. ممكن تستبدلي كسر الحجر بصدف بكسر حجر لون تاني، يعني ممكن تستبدلوا اللون الاحمر باللون الاسود، في اللون اللي هو المية الحلو دوت بردك هيبقى حلو قوي في السواريه. تستبدلوا اللولي عادي، هو الموديل تحفة وينفع سواريه حلو قوي. هنيجي للموديل اللي بعديه، وهو عبارة عن يعني كأنه كوليه كده بسيط جدا. حطينا الدلاية بتاعتنا دي كده، جبنا الواير بتاعنا اشتغلنا عليه، خدنا خرزة، الخرز اللي هو المنقرش اللي زي المرمر بس كده، هو واخد تجزيعات كده، انتوا عارفينه، انا عرضته معاكم كذا مرة في الصفوة. بعد كده خدنا قطعة 2 سنتي من الكافيار، وبعد كده 4 خرزات من الخرز المنقوش، هو ازرق في ابيض كده وفي لبني، واخد كذا درجة حلو قوي. بعد كده دخلنا الواير في اللعبة دي وعملنا نفس الوضع الناحية التانية، وقفلنا الناحيتين كده بالكفر زي ما انتوا شايفين اهو. بعد كده شبكناهم في سلسلة كده بزردة كده في السلسلة، ونزلنا بخرزة نفس النوع الخرز بمسمار مقفول اهو، وعلقنا المسمار مباشر في السلسلة. بعد كده خدت خرزة في مسمار مفتوح وشبكتها في خرزة تاني وشبكتهم في السلسلة وكملت السلسلة عادي. ونفس اللي عملته في الطرف ده عملته في الطرف الناحية التانية، وبالمنظر بتاعنا ده بجد شكل الكافيار في النص بيبقى وهم حلو قوي. وكمان انا عشان عاملاه قريب من نفس درجة الخرز بجد جميل. ونزلنا منها كده بمسمار بخرز بمسمار مقفول كده اهو، نزلناها منه دليات كده زي ما انا قلت لكم. هو الموديل بسيط جدا، بسيط بمنتهى البساطة، يعني مش مكلف خالص. خلاص، ده الموديل اللي بعديه. السلسلة بتاعتي سلسلة بلدي عادي اللي انا بشتغل بيها. هنيجي في الموديل اللي وراه، وهو عبارة بردك رحت جايبة السلسلة بتاعتي. انا بردك الموديل بتاعي دوت بردك على قد الرقبة 16 سنتي من السلسلة. وبعد كده رحت جايبة الواير بتاعي ورحت مدخلاه في السلسلة كده اهو. جيت الواير ورحت مدخلاه في السلسلة كده من اخر حلقة في السلسلة، وتنيت الواير وقفلته كده بستوبر. بعد كده عملت عليه الشغل، دخلت الخرز مقاس كريستال مقاس 4، بعد كده زردة معلقة فيها اللعبة دي،
حطيت 3 كريستالات تاني، بعد كده زردة متعلق فيها اللعبة اللي وراها، وهكذا لحد ما خلصت للاخر. وبعد كده رحت مدخلة في الناحية التانية في السلسلة الناحية التانية الكفر بتاعي والواير بتاعي، وتنيته اللي جوه بردك، وقفلته بستوبر ودخلته جوه الكريستال كده زي ما انتوا شايفين، مع اللي حطيتش اي زرد بينها وبين السلسلة بالمنظر بتاعنا ده. وعلقنا السلسلة بتاعتنا دي. موديل بجد رقيق جدا وبسيط جدا جدا جدا، كلفته بجد لا تذكر زي ما انتوا شايفين. 16 سنتي و16 سنتي في السلسلة، يعني 32 سنتي من السلسلة، يعني ما عملتش نص سلسلة بلدي. والكريستال زي ما انتوا شايفين مش واخدين كتير، واللعب معلقينها كده. طبعا انت ممكن تستبدلي بقى اللعب دي لو انت مش حابه تعمليها بالطريقه دي بتاعتك عادي، عايزه ما تحطيش لعب اصلا، بس هي اللعب عامله منظر في الموديل بتاعنا وشكلها حلو قوي. هنيجي للموديل اللي وراه، وهو معمول بالرابر جامايكا والهيماتايد والكريستال في نفس الوقت. الواير بتاعي ورحت قافلاه بالكفر من هنا عادي، اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. حطيت كريستالة مقاس 6، بعد كده حطيت شوية رابر، واحدة هيماتايد ذهبي شوية رابر، بعد كده واحدة هيماتايد شوية رابر، وبعد كده 2 هيماتايد، والناحية التانية نفس الوضع، وشبكتهم بردك في سلسلة. الموديل بردك بتاعي ده قصير. وجينا في النص هنا بين الاتنين الهيماتايد علقنا زردة بفراشة كده زي ما انتوا شايفين اهو، في منتهى الجمال. الفراشة زرقاء حلوة قوي قوي. طبعا الفراشات طالعه جديده وطالعه يعني حلوه وطالعه ترند الفتره دي، فهي شكلها تحفه. هنيجي بردك بصوا اللون التاني اللي وراها، ده اللون بالنسبه للون الازرق. بصوا اللون التاني في الرابر بردك، اللون اللي هو السيموني كده ده مع الفراشه بتاعته حلوه قوي. ده معمول بالخرز المعدن مش بخرز الهيماتايد، دي الفكره اللي بعديها بنفس الطريقه، بس بدل ما هعملها ذهبي هعملها بخرز معدن مقاس بردك 4، واحط شوية رابر، وبعد كده خرزة معدن شوية رابر، خرزة معدن شوية رابر، واتنين معدن في النص، ونزلنا بالفراشة دي باللون اللي هو السيلفر، وسلسلة بلدي عادية اهو كده زي ما احنا شايفين اهو. الموديل اللي قبله تقريبا هو بس الفرق انه هو شكل الهيماتايد، والسلسلة بتاعتي سلسلة ذهبي ألمونيا. كل حبايبي اللي متابعيني في القناه عارفين ان انا الذهبي بيبقى بالنسبه لي ألمونيا، لان الاستانلس بتبقى غاليه، فبالنسبه لي الألمونيا بتبقى حلوه وفي نفس الوقت رخيصه. اهي ده الموديل اللي وراه. خلاص هنيجي بقى للموديل اللي بعديه، وهو عبارة عن الموديل الجميل ده من الكريستال مقاس 4. عملنا ايه بقى الموديل بتاعنا ده؟ جبنا قطعة سلسلة 8 سنتي، ورحت داخلة فيها بالواير بتاعي كده، دخلت فيها كده وطلعت من الناحية التانية، يعني بقى الواير بتاعي جبت الواير دخلت في اول حلقة في السلسلة كده اهو. معرفش واضحة في الكاميرا ولا لا اهو، حتى مش باينة مفيش زردة خالص. دخلت في بالطرف بتاع الواير في السلسلة، ورحت سحباه من الناحية التانية، بقى الواير عندي ميجوز، وقفلته بستوبر كده. وبعد كده عملنا الكريستال بتاعنا. مش عارفة انا عملت الفيديو ده في فيديو، مش عارفة الفيديو بتاعه هينزل الاول ولا ده اللي هينزل الاول. المهم يعني لو نزل هتشوفوه بردك في الفيديو، واللي عايز يعرف الطريقة بتاعته يقولي وهبعتله لينك الفيديو بتاعه ان شاء الله. ممكن يكون نزل قبل الفيديو ده، ولو كده ساعتها هبعت لكم اللينك بتاعه. جيت الناحية التانية بردك عملنا الواير وبمجوز بنفس الطريقة، وعملنا الدلايات اللي هي انا اشتريتها ديت من اولاد رشاد. بجد انا مبسوطة جدا وفرحانة جدا بالدلايات دي، بجد عملت بيها شغل كتير حلو قوي قوي. ما شاء الله. انا كنت جايبة شوية ب20 جنيه، انا عملت منه شغل كتير ولسه موجود، لانها خفيفة جدا ما بتوزنش. وفي نفس الوقت انا كان نفسي في حاجات زي كده بس سيلفر. انا كنت دايما الاقي منها النحاس يعني اللي هو خامة نحاس، اللون الذهبي بيبقى نحاس. في بردك عملت دي بنفس الطريقة، بس دي كريستال المية واحدة، ومدخلة كده في النص كريستال بردك احمر، واخدة الشكل ده كده، ومنزلة منها بدل القلوب الناحية التانية منزلة هلال كده زي ما انتوا شايفين اهو. ده هلال كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، بردك شكلها حلو قوي. دي لون التاني. هنيجي بقى للموديل اللي بعديه، سلسلة كده بردك من الألمونيا، اللون الذهبي، دورين. الدور الاولاني 40 سنتي بردك اهو، 40 سنتي.
نزلت منه بكريستال مقاس 4 بالمسمار الذهبي عادي، خدت واحدة كده كريستال مقاس 6 ونزلت بيها، ده بمسمار مقفول اهو. وبعد كده اللعب بقى المعدن اللي انا جايباها بس اللون الذهبي، خدت واحدة نجمة كده اهو جميلة زي ما انتوا شايفينها اهي، النجمة دي الجميلة دي. وبعد كده خدت واحدة كريستال بردك وعلقتها في السلسلة، واحدة بردك نجمة تاني، بعد كده واحدة كريستال. مشيت بالترتيب بتاعي ده كده زي ما انتوا شايفين اهو، بده منظرها كده حلوة قوي في اللبس بردك على فكرة، وهم عاملة زي سلاسل الذهب الصيني حلوة قوي. جيت نزلت بردك خدت الدور اللي بعديها سلسلة عادي اعرض شوية، يعني بصوا دي اعرض من دي اهو بردك ألمونيا، ونزلت تحت كده بقلبي كده اهو زي ما انتوا شايفينه حلوة قوي. ده الموديل اللي بعديه، موديل بسيط جدا وقريب من موديلات الذهب الصيني. عملت منها بردك قريب منها اللون اللي هو السيلفر كده بسلسلة بردك بلدي اهو، السلسلة البلدي العادية الرفيعة والسلسلة اللي هي ديت العريضة شوية. خدت بردك الدور الاولاني 40 والتاني 50، وبردك مشيت بنفس الترتيب بكريستال مط، ده كريستال بقى اللي هو الاورنج المط. التانية كانت الكريستال العادي اللي هو اللميع بتاعنا العادي، لكن ده الكريستال المط في مسمار مقفول عادي. ومشيت واحدة وقلب وواحدة وقلب، بجد اللون السيلفر بتاعها وهم. الموديلات بتاعتنا حلوة قوي وتنفع تناسب فعلا ان هي تنزل في العيد، حلوة قوي قوي، بسيطة جدا ومش مكلفة ومش هتكلفكم كتير، عشان بالنسبة لحبايبي اللي بدأوا كتير بدأ ان هو يزهق من المجال عشان خاطر التكلفة بقت عالية والخامات بقت عالية. لا، ما توقفيش شغل، استمر في شغلك، بس ممكن تعملي زي ما انا بعمل كده، قللي في تكلفتك، نزلي الحاجة برضك بسعر مش غالي. هاجي بقى للي بعديها، وهي عبارة عن اسورة من المرمر الاخضر والهيماتايت بتاعنا الذهبي. حطيت كده ده في استيك 3 مرمر اخضر، بعد كده واحدة هيماتايت، 3 مرمر اخضر بردك، وبعد كده واحدة هيماتايت، بعد كده 3 اخضر واحدة هيماتايت، مشيتها 3 واحدة هيماتايت. وجيت هنا حطيت بردك الفراشة بتاعتي الخضراء اللون الجميل بتاعها ده زي ما احنا اتفقنا وقلنا ان الفراشات طالعة ترند وحلوة قوي في الشغل كده. بص شكلها وهمي بجد بجد والله، اللون الاخضر جميل والفراشة فظيعة. هاجي بقى للموديل اللي بعده، وهو عبارة عن الاسورة الجميلة دي من المواسير عادي بتاعتنا. وبعد كده خدنا 2 مرمر اللون الجنزاري فاصل ابو دلاية كده، 3 مرمر، بعد كده فاصل، وبعد كده 3 مرمر فاصل، 3 مرمر فاصل، 2 مرمر. بقت جينا بقى نزلنا منهم كلهم بلعب عادي، بس جيت في الفاصلين، فاصل ده والفاصل ده اللي هم قريبين من الماسورة، والماسورة حطيناها اهي في النص كده، دي بتدخل اول الشغل. انتوا عارفين ان انا لما بيبقى عندي مواسير او حاجة واسعة بدخل الاستك في البداية منها، عشان لما اجي اقفل في النهاية الرابطة اخبيها في الجزء ده. نزلنا منها برضك بنفس اللعبة مع خرزة كده بمسمار مقفول نفس اللون، وعلقناها في الزردة، نفس الزردة اهي، متهيألي واضحة لكم اهي، علقتها في نفس الزردة في معيها اهي تمام. وجيت الناحية التانية عملت نفس الوضع بتاعي. هي معرفش، هي مفروض ان الخرز ده لونه جنزاري، مش عارفة ليه واضح قدام الكاميرا لونه الدرجة دي، هو مش اللون ده خالص، هو لونه جنزاري، مش عايزة توضح ابدا. وبصوا الخرزة نازلة فيها من ناحية دي ومن ناحية دي جميلة، اللعب نازلة منها كده فواصل حلوة قوي، والماسورة بتاعتها اللي هي واخدة شكل دي حلوة قوي في الشغل. هنيجي بقى للفكرة اللي بعديها، وهي عبارة عن جبت جزء من الواير اشتغلت عليه كده الكريستال بتاعي، قفلته عادي بكفر، وكده خدت 4 كريستال مقاس 6، واحدة هيماتايت، واحدة 4 كريستال مقاس 6، واحدة هيماتايت، 5 كريستال مقاس 6، وبعد كده 2 هيماتايت اللي هو المدور ده. الفرع بتاعه انا كنت جايباه ب20 جنيه، مش عارفة الصراحة دلوقتي بكام. ومشيت الناحية التانية زيها، وبعد كده على شبكتها من هنا ومن هنا بزرد مقاس 6، وعلقتها في سلسلة ألمونيا عادي، وقفلتها بالقفل وسلسلة التطويل عادي مفيهاش حاجة. ونزلت بالفراشة اللون الأحمر الجميل ده في النص.
الموديل ده بقى عملت معاه الانسيال الجميل ده. طبعا انت لو عايزة تخرجي الانسيال لوحده خرجيه، لو عايزة تخرجي السلسلة لوحدها والانسيال لوحده، الاتنين طقم بتاعتك براحتك. بصوا بجد شكلهم مع بعض كده وهم اهو. اللون الاحمر في الكريستال المط تحفة. ده الاحمر اللون اللي هو الغامق تحفة تحفة بجد اهو. جينا بقى للموديل اللي بعديه، وهو عبارة عن انسيال كده معمول عادي بالواير عادي، وقفلناه بكفر كده، ورحنا واخدين 4 كريستال خرزة معدن اللي هي بالجرام دي برضه كنت جايباها من الصفوة، وبعد كده 4 كريستال اللون الموف المزرق خرزة معدن مربعة كده شبيه الهيماتايت ده، تحسوه عامل شكل الهيماتايت يعني، انا عجبني عشان كده. بعد كده خدت 5 كريستال، خدت 2 اللي هو المعدن ده الشكل ده، وبعد كده عملت الناحية التانية زيها ونزلت بينهم كده في النص بالحرف الاس بتاعي الجميل. وبعد كده جيت من النهاية بقى ما عملتش قفل، رحت عاملة سلسلة طولها 9 سنتي، ورحت شبكته في مغناطيس من هنا، السلسلة شبكتها من الناحية دي ومن الناحية دي كده زي ما انتوا شايفين، وعملت قفل كده بينهم، هو ده القفل بتاع الانسيال بتاعي. عملتوش بقفل عادي، انا عاملاها بالقفل ده كده اهو. فكرة حلوة قوي كده زي ما انتوا شايفين، فكرة جديدة بدل القفل العادي بتاعنا. والسلسلة هتبقى نازلة كده من الانسيال بتاعنا. بجد الموديل بتاعنا كده في منتهى الجمال كده ومنتهى البساطة، حلوة قوي والله. انا بقول لكم حلو لانه هو فعلا عجبني، يعني انا عجبني نفسي. مش عارفة بقى هل هو هيعجبكم، يعني اتمنى انه هو يعجبكم، يعني ما يكونش عاجبني انا بس. يا ريت بقى الموديلات بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، وان شاء الله اقدم لكم افكار جديدة باذن الله على العيد ان شاء الله تاني. ربنا يعيننا كده ويدينا الصحة وانزل لكم افكار تانية. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.